السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. القاكم هذا الفيديو العيد مبارك سعيد بالصحه والسلامه باش تتمناو كاملين يا ربي. اليوم جيت ندير معكم واحد الحليوه نتمنى تعجبكم بمقادير سهله. عندي 2 بيضات، عندي 7 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، وعندي 125 غرام ديال الكلاصي، وعندي 500 غرام ديال الزنجلان تيكون محمر ومطحون. كنديرو انا دابا درت معكم 2 ديال البيضات، وغادي نزيد ديك 125 غرام ديال السكر كلاصي، وغادي ندير ديك 7 غرام ديال الحلوه، وكنخلطوا العناصر مزيان حتى يدخل ديك الكلاصي مع البيض. وغندير واحد فريته ديال الملحه ضروريه في اي حلوه لان باش تهرس لنا ديك الحلاوه. هاد الحلوه ديال الزنجان راه زوينه بزاف، كتجي غزاله، كتجي معلكه من الداخل. وكنزيدو ديك الزنجلان شويه بشويه بشويه، لان ديك الزنجلان من الاحسن من يتحمروا طحنوه هكاك سخون باش يتحلكم مزيان، ما تخليوش تيبرد صافي. وكنخلطوا ديك الحليوه، ولا عندكم قشور ديال الحامضه حتى هي ديروها تعطي واحد المذاق زوين. انا ما توفرتش عليه ديك الساعه، وانا هذا الفيديو اصلا ما كنتش غادي نصورو حتى لاخر لحظه، وقلت والله تنصور معكم نتقاسم معكم هاد الحليوه هذه اللي درت حليوات اخرين يعني ما سجلتهمش، ان شاء الله دابا نديرهم في القناه من بعد. راكم عارفين رمضان والثمره ديالو وديك الشيء الوقوف هذا راه حتى المهم كنخلطوها. راه الا جاتكم خفيفه غادي تخليوها في الثلاجه حتى تتقبط راسها. انا جاتني هي هذيك ما بغيتش نخليها، ديك الساعه خدمتها. وكنقبطوا هنايا سميتو سكر كلاصي، كديروا واحد الكميه لا باس بها على حسب اللي عندكم. وكتبقى تكوروا كويرات قد يكونوا عينكم ميزانكم. اللي عنده الميزان بغى يدير الميزان يدير باش يجيو متقادين، وانا عيني ميزاني درت. وكديروا هنا زليفه فيها شويه ديال الزهر، وكتكوروا وكتحطوا ديك البوينيو ديال السكر كلاصي. وعندي هنايا واحد الكركاع، واحد 200 غرام غادي تجيبوا ديال الكركاع على حسب الحلوه. راني عندي انا درته دابا تما. وكتزوقوا بها ديك الحليوه ديالكم. هانتوما بقاو معايا تتشوفوا الطريقه اللي غادي نزوق بها بلا مرشم بلا حتى شي حاجه، طريقه بسيطه وكيجي منظر ديالها جميل. صافي كنقبطوا هكايا، ما كنقيسوش فيها، كنحركوا ديك البانيو هي كتبدا تغلف بديك السكر كلاصي وهكاك. وكنهز شويه د كلاصي في يديا وكنزيد نكور، وانا كندخل الكلاصي فيها. وواحد الحاجه واحده اخرى، الا كان عندكم الكلاصي سبيسيال مزيان ما عندكم شيء كتزيدوا معها واحد 2 ديال معالق ولا 3 ديال المايزينا بديك السكر، تا هو تيعطي تيقبط ديك السكر كلاصي صافي. وكتبقى تجي وتتشرط ديك الحليوه ديالك هكا من الجناب، كتبقى ماشيه معاها كامله. كتخبطي صبعك هي من الفوق هي تتحطو، كتبقى ماشيه تديرو في الوسط وصافي. وكتحطي في الطبسيل صافي، ساهله، ما كاينش شي حاجه صعيبه، كل شيء عارف يديرها بلا مرشم بلا حتى شي حاجه. هانتوما كي كتشوفوا مازال غادي ندير الكاع في الوسط، وغادي نزيد نبرك عليها.
المهم دابا غادي نقبطوا ديك الكعكعه وغادي نديروها في الوسط ونبركوا عليها باش تيتحلوا لنا ديك الشريطات اللي درنا، وكيجي المنظر ديالها جميل. بركوا عليها باش كتحل، لان غادي تنفخ من بعد. وهذا الشيء اللي كاين. ودا تيكون عندي الفران مشعول. المهم الفران غادي تشعلوه على واحد 160 درجه، وغادي تدخلوا هاد الحلوه ما تخليوهاش طيب بزاف، لان باش ما يبسلكمش. هي تحمر شويه، هي شويه من التحت، كتشعلوا عليها من الفوق ومن التحت، وكتخليوها حتى طيب صافي. تشوفوها طابت، تطفوا على الفران وكتخرجوها من الفران صافي. هاد الشيء اللي كاين، كتخرجوها من الفران وكتخليوها تبرد في الطبسيل، عاد تزولوها. ما تزولوهاش ديك الساعه. هانتوما كي كتشوفوا ديك الفلحات كيتحلوا. المهم الحليوه ديالنا ها هي دي وجدات، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رائعه جدا تبارك الله، وكتجي معلكه من الداخل وكتجي فتيه. هانتوما غادي تشوفوا، انا نقسم معكم واحد الوحيده ان شاء الله. هانتوما كي كتشوفوا البنات، هانتوما كي كتشوفوا فتيه 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 فتيه، كتجي غزاله رائعه جدا. هانتوما كتفرتت بوحديتها. هذا هو الطياب ديالها، ما طيبوهاش بزاف باش ما تقصح لكمش. نتمنى منكم يعجبكم هذا الفيديو وتعجبكم هاد الحليوه اللي درت معكم ديال الزنجلان، وتجربوها في البيوت ديالكم وتردوا عليا في التعاليق كيف جاتكم. وما تنسوناش من اللايكات ديالكم، دعمونا باللايكات اكبر من العدد من اللايكات، وكنشكركم بزاف. واللي مازال ما اشتركش في القناه ديالنا يشترك، وكنشكركم بزاف بزاف. وكنشكر جميع الدول اللي كيدخل يتفرج في الفيديوهات ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن. وكنشكركم بزاف من كل قلبي، وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، ومع السلامه في فيديو جديد ان شاء الله.